وقلت لك ان سنه 1980 كانوا عارفين شكل العالم في 2025 بانترنت، باي اي، بعربيات كهرباء وعربيات بتطير وحتى شات جي بي تي. بس هل افلام الخيال العلمي فعلا بتتنبأ بالمستقبل، ولا الموضوع فيه حاجه اكبر من كده بكتير؟ في افلام وصفت حاجات اتحققت بعدها بسنين، زي فيلم سبيس اوديسي اللي كان فيه سمارت فونز وشاشات عامله زي الايباد قبل اختراعها ب 40 سنه، وفي نفس الوقت كان فيه مكالمات عامله زي مكالمات الفيس تايم. وافلام تانية زي فيلم باك تو ذا فيوتشر اللي كان موجود فيه ادابتيف كلوزز وسمارت شوز، وفي نفس الوقت اتنبأ بالفي ار والاي ار وحاجات تانية كلها حصلت بعدها ب 25 سنه. طب اللي بيحصل ده صدفه ولا في نظام ورا الكواليس؟ اللي كتير من الناس ما تعرفوش ان صناع الافلام دي مش بيقعدوا يتخيلوا وخلاص، دول بيشتغلوا مع علماء ومهندسين ومراكز ابحاث كمان في حاجه اسمها فيوتشرزم، وده علم المستقبل. ده مش تنجيم، ده علم بجد، وبيعتمد على دراسه التكنولوجيا الحاليه والدراسات اللي شغاله دلوقتي واغراضها والخطط اللي ماشيين عليها، وعشان كده بيقدروا يتخيلوا سيناريوهات للسنين اللي جايه. فعندهم سيناريو ل 2050 و2060 ويمكن 2100 كمان. في افلام كتير استعانت بعلماء من ناسا ومن الدي اي ار بي اي ومن ام اي تي، زي فيلم انترستيلر اللي استعان بفيزيائي واخد جايزه نوبل اسمه كيت ثورن عشان يفهموا منه ايه اللي يحصل للانسان لو دخل ثقب اسود، وغيرها من النظريات الكتير قوي اللي اتعرضت في الفيلم ده. وده معناه ان افلام كتير من افلام الخيال العلمي مبنيه على رؤيه علميه واضحه، مش مجرد خيال وخلاص. في جهات فعلا بتقدر تتنبأ بشكل المستقبل. في جهات اسمها ثينك تانك وظيفتها التنبؤ بالمستقبل، وبيصدروا تقارير سنويه عن تغيرات المناخ، عن مستقبل المهن، عن الذكاء الاصطناعي، عن المدن اللي هتتحول لمدن ذكيه، وكل جهات الحياه في المستقبل. وفي شركات بتعمل نماذج محاكاه للمستقبل بيستخدموا فيها الذكاء الاصطناعي. خلاصه الكلام، اللي بنشوفه في افلام الخيال العلمي مش مجرد خيال وخلاص، في علم ورا كل مشهد بيتصور. وبعض الافلام كانت بتسرب توقعات ممكن تكون جايه من خطط المستقبل. لو عجبكم الموضوع ما تفوتش الحلقه الجايه، هنتكلم عن توقعات لسنه 2050. سلام.